السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت وبدأنا في الميكانيزم وفي اكشن، وبدأنا نشرح الارشيدونيك اسيد وان هو له طريقين، الكوكس واللوكس، وخدنا الكوكس وقسمناها لثلاث انواع، وهو كوكس 1 وكوكس 2 وكوكس 3. واتكلمنا عن كوكس 1 وقلنا ان مكانه في المعدة والكلية ومسؤول عن سيولة الدم. النهارده بقى هندخل في كوكس 2، وده بقى المسؤول عن البين والفيفر والانفلاميشن. وبالتالي انا لو قفلت كوكس 2 يبقى كده انا تخلصت تماما من البين والفيفر والانفلاميشن اللي موجوده، وموجود برضه في الكليه زي كوكس 1، وبالتالي له نفس التاثير على الكليه والضغط، وبالتالي هتقل كميه الدم اللي هتروح للكليه وتقل الجي اف ار. ولذلك لا ينصح ابدا باستخدام تو دراجز مع بعض من عائله الانسيدز الا في حالات الضروره القصوى، وبتكون لفتره محدوده. يبقى الميزه في كوكس 2 عن كوكس 1 ان هو مش بيأثر على المعده، وبالتالي مفيش خطر الاصابه بتقرحات المعده نتيجه زياده حمض ال HCl. ندخل بقى على كوكس 3، وده بقى راجل محترم مكانه في البرين، مسؤول عن البين والفيفر لكن ملوش دعوه بالانفلاميشن. جدع. يبقى انت عرفت دلوقتي انا بتكلم عن مين، وهو الباراستامول. يبقى دلوقتي انا عرفت ليه الباراستامول سيفتي على مرضى الضغط والكليه وتقرحات المعده، وامن كمان للحامل والمرضعه. لكن ما ننساش مرضى الكبد، وهو لا يستخدم معاهم، والجرعه بتاعته اليوميه لا تتجاوز الاربع جرامات في اليوم. في حاجة أخيرة ما اتكلمناش عنها، وهي اللوكس وعلاقتها إيه بعائلة الإنسيد، وده هنشرحه في مقدمة الفيديو القادم إن شاء الله. وبكده وكذا نكون خلصنا حلقة اليوم، أتمنى تكون سهلة وبسيطة. متنسوش تشتركوا في القناة كي يصلكم كل جديد عن عالم الأدوية.